السلام عليكم. عاملين ايه يا اولى اعدادي؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مس نهاد الاشموني في مادة الدراسات الاجتماعية. النهاردة هناخد اول درس معانا في الدراسات الاجتماعية بعنوان قارة افريقيا، الموقع والكشوف الجغرافية. عاوز اعرفك ان قارة افريقيا ديت احنا خدناها في سنة رابعة ابتدائي. فاكر لما خدنا للعالم 7 قارات؟ وعرفنا كمان ان في 3 قارات للعالم القديم، وهما اسيا وافريقيا وكمان اوروبا، وكمان معانا 4 قارات للعالم الجديد، وهما امريكا الشمالية، امريكا الجنوبية، واستراليا، والقارة القطبية الجنوبية انتاركتيكا. طيب قارة افريقيا دلوقتي ضمن قارات ايه؟ ضمن قارات العالم القديم. طيب قارة افريقيا هي اشمعنى قارة افريقيا اللي هتكلم عنها؟ علشان انا لو جيت ودورت عن موقع بلدي مصر هلاقيها موجودة في قارة افريقيا. طيب هي فين من افريقيا؟ مصر بتقع في الركن الشمالي الشرقي لقارة افريقيا. علشان كده عاوز اعرفك حاجة مهمة، ان وطننا الحبيب جزء لا يتجزأ من قارتنا الافريقية. طيب انا دلوقتي عاوز اعرف حبة معلومات كده عن قارة افريقيا. طيب يا ترى ايه هي المعلومات ديت؟ اول حاجة عاوز اعرفك ان قارة افريقيا بتيجي في المساحة طبعا بعد قارة اسيا من اكبر قارات العالم في المساحة. طيب يا ترى هي قارة افريقيا دي مساحتها كام لوحدها؟ مساحتها 30.4 كيلو متر مربع. ازاي يا مس؟ ما انا هقول لك ان مساحة العالم كله 510 مليون كيلومتر مربع، وقارة افريقيا دي تاني قارة بعد قارة اسيا، فهي لوحدها بتاخد 30.4. فانا لو جيت وحسبت ان قارات العالم كلها 100% من اجمالي مساحة اليابس على مستوى العالم، فقارة افريقيا لوحدها هتاخد 20%، وده هيمثل لي حوالي خمس مساحة اليابس بتاع الكرة الارضية كلها. طيب يعني قارة افريقيا 20، امال قارة اسيا الكبيرة كام؟ 30%. بس انا عاوزاك تعرف بس ان قارة افريقيا 20%، يعني خمس مساحة اليابس. وتعرف كمان انها تاني قارة من حيث المساحة بعد قارة اسيا، اكبر قارات العالم. طيب انا لو جيت في الاول خالص قلت لك العنوان بتاع الدرس قارة افريقيا، الموقع والكشوف الجغرافية. يلا بينا نعرف الموقع بتاع قارة افريقيا. انا لما اتكلم عن موقع في مادة الدراسات الاجتماعية لازم أنا اتكلم عن موقعين، يا اما موقع جغرافي يا اما موقع فلكي. ايه ده؟ انا بتهيألي يا مس اللي احنا خدنا في سنة رابعة يعني ايه موقع جغرافي، وخدنا كمان في سنة 5 يعني ايه الموقع الفلكي. طب يا ترى يا شاطر انت فاكر يعني ايه موقع جغرافي ويعني ايه موقع فلكي؟ لا والله يا مس، ده بقالي كام سنة كده انا مش فاكرهم. ممكن تعرفهم لي؟ ايوه طبعا. طب يا ترى ايه هو الموقع الجغرافي؟ هقوله لك بأغنية بسيطة، هو موقع المكان بالنسبة لليابس والماء. يعني ايه يا مس؟ يعني انا عاوزة احدد موقع قارة افريقيا دي في شمالها موجود ايه، وفي شرقها وفي غربها وكمان في جنوبها. تاني ايه هو الموقع الجغرافي؟ موقع المكان بالنسبة لليابس والماء. تاني ايه هو الموقع الجغرافي؟ موقع المكان بالنسبة لليابس والماء. طيب قارة افريقيا ديت موجودة فين يا مس؟ قارة افريقيا موجودة وسط قارات العالم كله. لو جيت في الشمال هلاقي قارة الفلكي. طيب بسبب الموقع الجغرافي بتاعنا ادى
لتحكمها في أهم طرق الملاحة العالمية. يعني إيه ملاحة؟ يعني حركة السفن في المية. السفن بتيجي منين؟ من قارة آسيا، وبعدين بتعدي من على طرق الملاحة بتاعتنا، من على المسطحات المائية بتاعتنا، وبعدين بتروح لقارة أوروبا والأمريكتين. فعلشان كده الموقع الجغرافي مهم، اللي خلانا نتحكم في أهم طرق الملاحة العالمية. مش بس كده، الموقع الفلكي بتاعنا مهم. أنا لسه ما اتكلمتش عن الموقع الفلكي، بس هديك نبذة مختصرة عنه. الموقع الفلكي يعني موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. يعني أنا هحدد موقع إفريقيا بالنسبة لخطوط الطول اللي موجودة عندها أو دوائر العرض. قارة إفريقيا بتمتد بين دائرتي عرض هما 37.5 ده في الشمال، و34.5 ده في الجنوب. معناه كلامي؟ معناه ان قارة افريقيا فيها 70 دائرة عرضية. طيب وخطوط الطول بتمتد بين خطي طول وهما 51 في الشرق. يعني ايه؟ يعني شرق خط جرينتش، و17 في الغرب. يعني ايه؟ يعني غرب خط جرينتش. يعني بتمتد في حوالي 68 خط طول. كل ده عمل لي ايه؟ عمل لي تنوع في الاقاليم المناخيه. ولما يتنوع المناخ عندي ايه اللي هيتنوع؟ هيتنوع النبات الطبيعي، هيتنوع الحيوان البري، وكمان هتتنوع المحاصيل الزراعيه. ما انا عندي اقاليم مناخيه كتير. عندي الدنيا بتمطر في الصيف، واماكن تانية الدنيا بتمطر في الشتاء. عندي اماكن الجو معتدل واماكن الجو حر نار. علشان كده تنوع المناخ بسبب الموقع الفلكي أدى لتنوع النبات الطبيعي والحيوان البري وكمان المحاصيل الزراعية. ما تنساش إن كمان لقارة إفريقيا أهمية حضارية. إزاي؟ والله في قارة إفريقيا قامت عليها حضارات كتير. من أقدم الحضارات اللي قامت في قارة إفريقيا هي حضارة مين؟ الحضارة المصرية القديمة، وكمان الحضارة بتاعت كوش اللي موجودة في السودان. وما ننساش حضارة أكسوم اللي موجودة في أريتريا وأثيوبيا، وكمان حضارة قرطاج اللي موجود في تونس. طيب، على الرغم إن قارة إفريقيا من قارات العالم القديم، لكن كتير من أجزائها تم اكتشافها مؤخرا. قبل ما اروح على الاكتشافات، في حتة نسيناها في الموقع الفلكي. عاوزة اقولك ان قارة افريقيا بيمر فيها 3 دوائر عرض رئيسية. هما مين؟ هما دائرة الاستواء، ودي موجودة في الوسط، وفي الشمال مدار السرطان، وفي الجنوب مدار الجدي. يبقى انا عندي 3 دوائر عرض. دائرة العرض الرئيسية هي دائرة الاستواء، وكمان مدار السرطان ده في الشمال، ومدار الجدي ده في الجنوب. معنى كلامي ان دائرة الاستواء قسمت قارة افريقيا لتلتين في الشمال وتلت في الجنوب. تلتين مساحتها موجودين في الشمال، وتلت مساحتها موجود في الجنوب. عندي كمان خط الطول الرئيسي وهو خط جرينتش، بيمر في قارة افريقيا خاصة في دولة الجزائر. كمان عندي نقطة التقاء، هي خارج افريقيا شوية بس لازم اعرف نقطة التقاء خط جرينتش مع دائرة الاستواء عند خليج غينيا، وده مسطح من المسطحات المائية اللي بتطل عليه قارة افريقيا. وبكده نبقى وصلنا لآخر الدرس بتاعنا. ده أول جزء من درسنا. المرة الجاية بإذن الله هنتكلم عن الكشوف الجغرافية لقارة إفريقيا. دمتم سالمين. سلام.